وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. نعم، يعني هذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالقبر، وأن الناصح لنفسه ينبغي أن يعد لهذا اليوم عدته، كما تقدم معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا. نعم. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل: يا رسول الله، لم سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. لا إله إلا الله. وفي هذا العبد الصالح قال: لو نجا أحد عليه الصلاة والسلام من ضمة أو ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. فهل يليق بإنسان أن يتكل على حسن الظن وينسى هذا اليوم، وينسى ضغطة القبر، وينسى ما جاء في حديث البراء المتقدم من تفاصيل؟ هذه أمور موقظات تجعل العبد ينتبه ويحذر أشد الحذر من التمادي في الذنوب اتكالا على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وتضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه. وقال: لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ. فمثل هذه الأمور تجعل العبد يعني يحاسب نفسه ويزن أعماله ويجاهد نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى بما يرجو أن ينال به النجاة. تقدم معنا لما سمع أبو ذر الحديث المتقدم قال: والله لو وددت أني شجرة تعضد. هذه الأحاديث تحرك في القلب خوف، وهذا هو المطلوب هنا الآن. هو ابن القيم يعالج قضية يعني متجذرة في كثير من الناس، مفرطين ومقيمين على المعاصي ومضيعين لأوامر الله ومرتكبين لكثير من المحرمات، ثم يسلي نفسه مع هذا التفريط ويقول إن الرب غفور رحيم والله واسع المغفرة وما إلى ذلك. نعم، لكن لابد أن ينتبه لهذه المعاني العظيمة، ولا بد أن تداوى القلوب بمثل هذه الأحاديث. نعم.